يحكى ان السيد علي كرم الله وجهه قال لك جايز لقى واحد عربي يصلي، ما لو كان يغصب في الصلاه نتاعو وقف مساميه تخلص قال له يا عربي، قال له الصلاه ماهيش هكذا، قال له كيفاش؟ قال له يعني الركوع والسجود يلزم كذا، قال له زيد صلي، زاد صلى بالعقال حتى كذا انتهى. قال له واش تقول هذه خير ولا لا؟ قال له لا احسن هذيك درت تهرب بها، هذه درتها لك. حقيقه لان الاعمال بالنيات، الانسان اللي ما هداهش ربي ما يجيش يهديه العبد. احنا ماذا بنا العلاقه اللي تكون ما بين الناس، وهي العلاقه تاع المعامله. انا ما نجيش نحاسب انسان يصلي ولا ما يصليش، لكن هداه ربنا ماذا بيه يكون يصلي، واعتبر ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر. يعني الانسان اللي يصلي انا اعتبره باللي انسان ارقى من اخر وانظف منه. الدين في القلب، والدين في الاعمال والمعاملات والسير الحسنه وفي الكرم. هذه هي الامور اللي لازمنا نبحث فيها. هذه الروحيات هي تاع الاسلام. وانسان غدوه كي تكون يعني في اوقات اللي عاشتها الجزائر يروح يسبل بروحه في سبيل الله، هذا يعني هذا دين. وعلى هذا نرجع للفكرة الأخيرة، وهو أن الهدف الأخير وهو الرجوع إلى الديمقراطية، ومعناه أن هذه الديمقراطية تكون شفافة. الديمقراطية لكن الناس ينتخبوا على ناس لأن عندهم مشروع، عندهم برنامج، ويتعاهدوا مع الناس هذوك اللي ينتخبوا معهم على مشروع معين. قال ما هو المشروع نتاعكم الاقتصادي؟ اليوم الاقتصاد توسع، العلوم توسعت، والدين تاع الاسلام يساير هذه المواكب الكل. هذول يكونوا يعني حقيقه مسلمين، لان الاسلام يواكب هذا التقدم. المجتمع اللي يستاهل يعني قيمه نتاع يعني شعب ما يقبلش مسائل كما هذه. هنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام